بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حالة فاقد الموسوي واللفظ الخطأ على أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا يغفر، طبعا هذه مو خطيئة تغتفر، لا أبدا. يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه من الخطأ على الله سبحانه وتعالى. هل في مثل هالحالة نحتاج إلى مرجعية وأغلبها الصامتة أو كلها صامتة، واللي يقول لك لا يوجد صامت؟ لا، مو موجود صامتة. كان ردوا عليه هذا، تصير مو صامتة بعدين. زين، تحتاج إلى فتوى يعني من مرجعية وكذا؟ لا، هذا أقل موالين يرد على هذا ووقف عند حده. مرجعية قد تحتاجها في شنو؟ أنه تقول هذا يفترض أن ما تدخلوا حسينية ولا يلمس الواير حق المايك، وأما في غير هذا لما يحتاج. يعني هذا مدح لأمير المؤمنين، مخنف زلهم. هذا مدح يعني هل يقبل هو الآن أجي أقول والله خنف اللي في الحسينية كلهم هذولين؟ ليش؟ إنه جابهم جيب، أمدحه يعني بهالطريقة. هل يقبل؟ هو يقبل، لأنه إذا هو رضاه على أمير المؤمنين كيف ما بيرضاه عن نفسه؟ أجي إلى هذولين المستمعين، انتوني اللي لطمتوا تحت منبره، أقول لكم خنفكم، هذا جابكم جيب، يعني يقبلوا أنا أقول لهم هذا الكلام؟ قلة حياء. لازم بعض الأحيان، مو بعض الأحيان، أغلب الأحيان الناس تحتاج إلى هذا النوع من المضاد الصارخ حتى توتع عقولهم. لأن في ناس تقول له هذا المطعم حرام، ما يفهم. وما أكثر الآكلون السارقون ما صاروا سارقون إلا لأنهم آكلون حقوق غيرهم. مو هذا موضوعنا. فقل له حرام هذا المطعم، ما يوتعي. لكن جيب له الميتة، قل له بنسوي لك شاورما، بنسوي لك لحم، بنسوي لك قيمة، بنسوي لك كبسة من هذه الصخل الميتة، من هذا العجل الميت. ما يقبل، ما يقبل يأكل. الله يكون في عون المرجعية الصامتة اللي 4 سنوات ما سوت شيء. هذا المقطع عمره 4 سنوات ومحفوظ. وين؟ تكلمي له، انطقي له. لكن لو يحجب عنها وكيل شوية، كان رسلوا له. هذا حصل في القطيف، ترى في واحد وعرفوه، اللي في أقراني يعرفوه، راح يدور على الوكلاء ويقول لهم ترى يقولوا إليكم رسلوا لنا، وراح لهم فعلا. على كل حال، يا مخنف اللي في الحسينية، زين كده انت